مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ نسوي غداي وبدردش معاكم، نسولف يعني. موادنا اغلب الوصفات صارت معادة، ما شاء الله ختمت معاكم كل الوصفات. احس ما له داعي يعني اصور. بسوي اليوم مثلا مكبوس دياي مع ملوخية، خلاص 1000 مرة سويته، فقلت بس بصور غداي ونسولف. شخباركم؟ شو مسوين؟ أنا صايرة من قام ولدي بسم الله عليه ياكل، مع إنه والله أكله يعني جدا قليل، بس إنه ما يخالف ما دام إنه ياكل. فما كنت أحط زيت عادي، يا زيت زيتون يا سمن، وغالبا زيت زيتون لأن العمالة ما ياكلون السمن. حارميننا من السمن والله، بس يلا شو نسوي عشان رب العالمين. حرام يشوفون طباخي يشتهونه. ما ياكلوا لا لحم ولا سمن، فأضطر صراحة أطبخ بزيت زيتون فقط. المهم بسوي مكبوس دياي مع ملوخية، وخليت دياية كذي كاملة، ودياي نص دياية قصصتها عشان أحطها بعدين بماي دياي مع الملوخية. يعني دياية بقليها ونص دياية بحطها بالملوخية. قولوا لي ايش اخباركم؟ أنا من عقب ما قلت سالفة الناني قاعد توصلني سوالف بالدايركت عن العاملات، أصدمتني أصعقتني يعني صدق. يعني احنا الله يعيننا. هذا نص دياية شوفوا قصصته كذي عشان تالي أحطه مع الملوخية، ودياية خليتها كاملة عشان أقليها. بعد قولوا لي ايش اخباركم؟ الثوم بشرط يتغير لونه، ما ادري ليش حتى الثوم يتأثر. يلا دزوا لي سوالفكم، انا ما عندي سوالف ترى، قاعد اصور عشان انتوا وتقولون صوري سولفي لا تكشفين. هلا اسولف لكم شويه. حايشني ملل يا جماعه. الحمد لله الحمد لله على كل حال، والحمد لله على النعمه اللي احنا فيها، بس حايشني ملل مو عادي. احس الصيف يشطوله وضيقت خلقي. والله قاعده افكر ودي اسافر، بس ما اقدر اخلي ولدي. انا سافرت في الصيف قبل شهر، انا متى سافرت؟ شهر 6 سافرت وخليته، ما اخذته معي، خليته عند اختي. بس الحين صاير تعرفون التعلق اللي اذا ما شافني بالمكان قاعد يصيح، وايد متعلق فيني. فودي اسافر سفرة تصلح مع ولدي، ما ادري وين اروح. افكر اقول مرة اقول دبي، اروح كذي 4 ايام بس يستانس هو وانا اغير جو. بعدين اقول لا كنا بعد حتى دبي حارة، ودي اروح مكان ابرد. مشكلة الحين ماكو مكان ابرد ان شاء الله، حتى اوروبا صارت حر. والله حايشتني ضيقة خلق مو عادية مو عادية. أرد أستغفر ربي. الحمد لله على النعمة، الحمد لله على الوضع اللي احنا فيه، الحمد لله. ليش شي ضايق خلقي ما أدري. اليوم بعامل سناب معاملة لايف، يعني اللي فاضية ما عندها شغل تقعد تتابع السناب وتسمع السوالف. شوفوا دياي تقريبا استوى، فباخذ الحين من ماي الدياي بسوي الملوخية. أول شي بشيل قطع الدياي اللي بحطهم بالملوخية. بسم الله. أنا ما أحب أسوي الملوخية كذي بدون مرق الدياي، مع مرق الدياي أحلى تصير. بخلي نص حق العيش، نص مروق يعني، والنص حق الملوخية. بعيد عني الجدر،
عشان اصور لكم. اوكي شيل شوية من موضوع الدياي. بسم الله. اعطيني مشغل. عشان تصير ملوخية ناعمة ما فيها لا بصل ولا شيء، فاشغل الماي احسن. بس كافي. ازيدها شوية ماي حار. ملوخية بستخدم مثلجة، مرات استخدم مثلجة، وغالبا اخلط بين المجففة والمثلجة احلى. بسم الله الرحمن الرحيم. خليها تطبخ على نار هادية لين تذوب الملوخية كذي وتكون جاهزة. وتقدرون تضيفون لها شوية ماجي. انا استخدم هذا مال ارض الطبيعة، شوربة خضار، معزز طعم الدياي. وبس. نزيدها شوية ماي حار. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كافي. بدت تذوب خليها تطبخ شوية. الملوخية ما نغطيها بنات كلش، لأن إذا غطيتوها راح تشوفونها تفصل معاكم، يصير الماي بروح والملوخية بروح، شي يفصلون عن بعض. هني بعد بزيد شوية ماي عشان أطبخ فيه العيش. بس كافي. هني قاعدة أقصص بطاط بحطه بعدين فوق العيش. احنا شعب يحب البطاط مع كل شيء. قصصه كذي بحطه كأنه حشو يعني فوق العيش، بطاط وكشمش بدال الحشو. أنا مو من عشاق حشو البصل ذاك الزود، أحب البصل المقلي، بس الحشو العادي اللي مع النخي مو ذاك الزود عليه. الملوخية تبقبق، حطيت دهن حق البطاط. البطاط والكشمش بسم الله شو يسمونه والدياي. شلت الدياية، الحين بطبخ العيش بماي الدياي. الحين ما قلنا احنا مسولفين عن الطبخة. يلا بس كذي عشان احطكم بالصورة تشوفوني وانا اسوي غداي. يلا على النار عشان ينشف ماي العيش بسرعة. طبعا ذقت الملح مضبوط، بس خليه يطبخ لين ينشف مايه. بس البطاطس استوى بشيله وبقلي الدياية. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلي الدياية أول ولا الكشمش؟ هنقلي الكشمش أحسن. حق اللي ما يعرفون شنو الكشمش، هذا الكشمش
اللي ما أدري شلون في ناس ما ياكلونه. شلون يا أخي، شلون تستمتعون بالأكل بدون كشمش؟ استغرب اللي شو اسمه، اللي يطلع لقمة العيش من حلجة ليش فيها كشمش. شلون؟ ترى يحترق. ها شيلوه بسرعة من ينفش كذي تتفخ، شيلوه. يم أشوى عودت ولدي عليه بعد قام يحبه. يلا ديايتنا الحين هي خلاص جاهزة. طفي النار الحين. خلوه بسم الله. عجيبة. هذه الدياية بعد ما سوت تان خوش لون خذت. هني العيش نشف مايه، بغطي الجدر وبتركه على نار هادية 20 دقيقة ونرجع ننشب الغدا مع بعض. أحلى عيش ودياي وملوخية من إيدي. حرام بالله إني مرة صنعة، مرة صنعة. طال عمركم. خلاص غداي، يلا ننشب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العيش تبارك الرحمن، نزله كله. هو حكوكته بالماعون. أنا ما أحب أقلب العيش وايد عشان لا يتكسر. حط الدياية الحين. هذه ديايتنا والبطاط المقلي نوزعه كذي. والكشمش وهني ومليون عافية علينا وعلى عيونكم. تبكي تعال. قايلها ما يبي ياكل. من يبي عيش ودياي؟ من يبي عيش ودياي؟ أنا حبيبي. شيلي خلي اشوف عيش ودياي. يلا شوفه. تبي عيش دياي ملوخية؟ يا عان انت شنو تبي؟ شنو تبي؟ سمك. واي اللي يبي سمك. ما تبي دياي؟ يعني شنو انت تعطيني طلبات تعجيزية عشان لا تاكل؟ باكر اسوي لك سمك. اليوم دياي باكر سمك. اوكي؟ ما تبي دياي؟ لا بليز. حلو دياي اللي تسويه ماما. حرام. شنو حرام؟ ما تبي؟ ولدي ماشي على نظام الطيبات يقول لي حرام. ويا رب تديمها نعمة وتحفظها من الزوال. أتمنى استمتعتوا معاي بسنابات اليوم. قلت لكم لا جديد، ماكو طبخة جديدة، بس والله بس كذي يعني ودي أسولف معاكم، فقلت خلاص أصور لكم غداي. ولا مكبوسين انتوا عارفينه، والملوخية عارفينها، ومجربين طباخي وخالصين. يلا الحين عن إذنكم بنتغدى. أحب كل أنواع الأكل. أحب العيش، أحب المكرونة، أحب الخبز بأنواعه، الساندويتش.